الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعضاء وزوار أكاديمية الجرافيك. أهلا بكم معنا في درس جديد من دروس الفوتوشوب. إن شاء الله الدرس هنتكلم فيه عن عمل لوحة إرشادية أو لفتة إعلانية أو إرشادية مثلا اللي تحط في الشوارع وكده. وهتكون مثلا عن نوع من أحد أنواع السيارات. هتكون سيارة ميتسوبيشي لانسر، ويكون مثلا عن احدى الوكلاء لهذه مثلا السيارة داخل مصر، ولتكن مثلا شركة الطارق. نبدأ مع بعض ونفتح عمل جديد. المقاس بتاعه 11 في 13 سنتي. الريزولوشن نخليه 150، وطبعا الكلر مود هيبقى CMYK عشان دي حاجة تبقى طالعة للطباعة. 150 لأن كل ما حاجة مساحتها بتكبر، يعني 9 في 5 مثلا لما كنا بنعمل لما نيجي نعمل كارت 9 في 5. بنعمل الريزولوشن بتاعته 300، لأن الحاجة كل ما بتصغر لازم الريزولوشن بتاعها يبقى أعلى علشان يديها كفاءة أعلى وكده في الدقة بتاعتها. انما طول ما الحاجة بتبقى بعيدة عن العين، بعيدة عن الرؤية، لازم الريزولوشن بتاعها يقل. علاقة عكسية يعني. ونقول 11 في 13، دي المقاسات بتاعتنا. 11 سنتي في 13 سنتيمتر. 150 بكسل على الانش. الكالر مود بتاعنا CMYK 8 بت. ونقول الخلفية بتاعتنا بيضة، ونقول اوكي. نضغط اف كده عشان ايه ده المود بتاع السكرين، الشاشة بتاعتنا. وكده احنا معانا الخلفية. ممكن نعملها كنترول بلس كده، بس انا مش عاوزه دلوقتي. ممكن نعمل مسطرة وفيت تو سكرين كده، ونعمل فايل بليس، وهنروح نجيب الخلفية بتاعتنا اللي هنحطها. جالي العميل بتاعي وقال لي انا عايز اعلان او يافطة في الشارع مثلا، او لفتة في الشارع بالمقاس اللي احنا قلنا عليه ده، مثلا 11 في 13. عايز مكتوب عليها من فوق اسم الوكيل، مع طبعا شعار السيارة اللي هو موكل عليها او موكل بيها. بس عايز يبقى الخلفية بتاعتنا عبارة عن ان هي زي حاجة تشبه مثلا نظافة البيئة، او ان السيارة دي نظيفة على البيئة او كده يعني، او نظيفة على المجتمع. ف هقول له ما عنديش مشكلة. طب انت عايز كده بس وخلاص؟ يقول لي اه انا ممكن اضيف حاجة ممكن لا. فهو مثلا قال لي لا، مثلا تكتب لي مثلا كلمتين تحت مثلا زي كاش او قسط او. فقلت له خلاص ماشي مفيش مشكلة. عايز مثلا لون معين للسيارة اللي احنا هنحطها في الاعلان ده. قال لي مثلا والله هاتلي مثلا لون نبيتي او لون احمر. قلت له برضو مفيش مشكلة. إيه وقال لي بقى اشتغل. طيب انا هدور على حاجة مثلا تؤدي الى مثلا ان السيارة دي او العربية دي بتساعد مثلا على النظافة. فمثلا مش هلاقي احسن مثلا من منظر طبيعي احطه في الصورة عندي. فهنحط مثلا وليكن دي المنظر ده كده، ونبدأ نظبطه بالشكل ده. طبعا انا لما عملت بليس، طلع فوق شوية كده. لما عملت بليس طيب انا دلوقتي هحط السيارة فين يعني؟ هعرفكم بليس الوقت دي انا عملت فيها ايه او هي ايه، انا لما احط الصورة اللي بعدها. طيب انا الصورة دلوقتي كده
خضرة واعشاب وكلام من ده، انا هحط السيارة بتاعتي فين هنا؟ فهروح جايب مثلا حاجة فيها ايه طريق، فهنعمل بليس هنا ونجيب مثلا الخلفية دي. طبعا لما بعمل بليس هو بينزل لي الصورة جوه العمل بتاعي بس على هيئة سمارت اوبجكت، واقول له مثلا اوكي، وانزل دي تحت دي كده، وانزلها تحت شوية كمان، بس كده. ده اللي هو السمارت اوبجكت. لو انا عايزها لير عادي ممكن اعمل اوبن او دبل كليك كده وبفتح، اجيب الصورة اللي انا عايزها، او من هنا كليك يمين وريسترايز لاير عشان ارجعها او اخليها لاير عادي. طيب انا كده خلاص، انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز ادخل الطريق اللي انا جبته ده في الصورة ادمجه معاها. طيب هنقف هنا وهنقلل الاوباسيتي شوية عشان نشوف الطريق اللي ورا مثلا، ولتكن كده ونديلها ماسك كده من هنا، ادد فيكتور ماسك، ونبدأ نجيب الفرشة واحنا على اللون الاسود. لازم اللون بتاعنا ده يبقى اسود، لو هو كده ابيض نضغط على الاكس وهحوله لنا اللون الاسود كده. ممكن نعمل كنترول بلس نقرب الصورة عشان نشوف مثلا الحشيش او العشب اللي احنا هنمسحه ده، ونمسح كده مع بعض. طبعا مسطرة عشان يديني اداة الهاند عشان اقدر اتحرك في المكان اللي انا عايزه. ودايما خلي الهاردنس بتاعتك صفر علشان ده الحدية بتاعت الفرشة، الا طبعا اذا كنت عايز حدية في حاجة معينة. نبدأ نصغرها شوية كده، نعمل كنترول بلس نقرب علشان نظبط الحتة دي. طبعا الجيم بتصغر زي ما احنا شفنا كده، والدال بتكبر. كنترول ماينس ونرجع تاني، او نضغط مسطرة وكليك يمين في التسكرين عشان يرجعنا للاصل، وندي الاوبس بتاعتها هنا 100% تاني، ونشوف الشكل عندنا عامل ايه. لو في حاجة ناقصة عايزة تتظبط او كده بنبدأ نظبطها واحنا بنشتغل. طيب كده تمام. هجيب ايه بقى؟ هجيب السيارة بتاعتي الاول. قبل ما اجيب السيارة بتاعتي طبعا هنا في حدية جامدة قوي في الصورة من فوق زي ما احنا شايفين. هنا هقف هنا على الصورة دي، على اللاير ماسك على الماسك بتاعها، وهجيب الجريدينت وهجيب اللون بتاعي من الاسود للشفاف كده، وهقف هنا على اول الصورة واضغط شيفت واسحب شوية لتحت بسيطة كده علشان يديني تداخل بين الخلفية والصورة دي. ونشيل دي وهنعمل نفس اللي احنا عملناه على الصورة التانية، بس الاول هنديله ماسك لاير ونضغط على الشيفت ونضغط كده، ممكن كمان مرة كده. يبقى كده مثلا الشكل عندنا بقى احسن شوية الى حد ما زي ما احنا شايفين. طيب انا دلوقتي عايز صورة السيارة مثلا اللي انا هشتغل عليها او هحطها، اللي هو قال عليها لونها نبيتي، صح؟ طيب هنعمل فايل مثلا اوبن لان الصورة لسه عايزة تتظبط، ونجيب الصورة دي. ممكن طبعا نعملها في بليس زي ما هي عادي يعني، ونجيب اداة الماجيك تول ونضغط هنا كده ونديله مثلا فيزر 0.5% بس عشان الحدية بتاعتها تروح. طبعا نفتح اللاير من هنا لان لو عملنا كليك هيقول لي فيل اللي انت عايز تملاه، انا اقول له لا، عشان كده لازم افتح الباك جراوند بتاعي الاول
واعمل ديليت يروح جاي ممسوح معايا بالشكل ده. طيب انا عندي اللي تحت ده مثلا هشوفه الاول في الخلفية اللي عندي او في الصورة التصميم اللي انا بعمله، لو مؤثر على جمال التصميم مثلا او على جمال الصورة هبدأ امسح فيه شوية. طيب لو مش مؤثر هنشتغل عادي، نسحبها هنا كده، طبعا نحطها فوق، طبعا مؤثر علينا جامد. طيب هنعمل اف كده ونروح علشان ناخد المود سكرين بتاعي دي، كنترول بلس. ممكن نعمل حاجتين، ان هنجيب المحا على طول ونمسح، او ان احنا نديها ماسك ونجيب الفرشة ونبدأ نمشي شوية كده. نظبطها كده شوية. طبعا انا ممكن اقصها بالبين تول على طول، اسهل واسرع. مش اي اسهل يعني، ان انا لما اقصها بالبين تول هطلعها نضيفة جدا. بس انا بتكلم مثلا لو انت معاك الساعة بتاعتك مثلا الخلفية بتاعتها بيضة مثلا، ممكن تعمل لها بالأداة الماجيك تول على طول. انما لو في سيارة مثلا جوه الوان او كده، تضطر ان انت طبعا تقصها بالبين تول او باي اداة تحديد انت عايزها او بتعرف تقص بيها كويس يعني. بس البين تول معروفة ان هي الافضل يعني. اسف. يعني كده تعتبر مثلا الى حد ما كنترول بلس، كنترول ماينس. هنجيب الصورة هنا كده شوية، كنترول تي ممكن نصغر الصورة كده. نظبط مكانها كده. طيب هنجيب بقى الشعار بتاع السيارة والشعار بتاع العميل بتاعنا.